أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج إشعاع الأمل مع نوران. النهاردة هنتكلم عن مفهوم التنمية البشرية. أغلبنا فاهم التنمية البشرية بشكل غير صحيح. هنعرف مع بعض التنمية البشرية هي إيه في حياتنا وبنستفيد منها إيه وإيه أهميتها. التنمية البشرية هي ببساطة تطوير الإنسان لنفسه، سواء من ناحية التفكير أو المهارات أو أسلوب والتعامل مع الناس. يعني نشتغل على نفسنا علشان نكون أفضل وأفضل نسخة أهدافنا ونحقق أهدافنا بطريقة صحية وناجحة. طب قولي كده كيفية تنمية الإنسان لنفسه وبتأثر عليه إزاي؟ خلينا نشوف في بعض أمثلة معاكم. إحنا عندنا تطوير مهارات التواصل. عندك شخص كان بيخاف جدا يتكلم مع الناس أو يقعد مع الناس، بس أخذ محاضرة في المهارات الإلقاء. كان ليه عنده ثقة في نفسه وقدر يعرف يتكلم مع الناس، يعرف يقود شغله بنفسه. عندك طالبة كانت دايما بتتأخر في تسليم الواجبات، اتعلمت تنظم وقتها، حطت جدول يومي لكل حاجة في يوم. من وقتها وهي بقت عارفة تنظم وقتها كويس وبقت عارفة تخلص مهامها اليومي، بالتالي اتحسنت في مستواها الدراسي. تالت حاجة التحفيز الذاتي. في شاب كان دايما بيحس بالإحباط وعنده فقدان أمل في أي شيء. بعد ما حاضر وتابع محاضرات للتنمية البشرية وهي اتغيرت تماما أفكاره، والشاب ده اشتغل على نفسه وعمل كل حاجة. كان دلوقتي فاتح مشروع صغير ليه وحققه من خلال متابعته للفيديوهات. تطوير التفكير الإيجابي. كان دايما بيركز على السلبيات. بعد ما قرأ في التنمية البشرية والإيجابيات دايما بيركز على التفكير السلبي، بس بعد ما قرأ عن التفكير الإيجابي وهو اتغير تماما. بدأ يشوفها فرص بدل ما كان بيشوفها مشاكل. ده خلاه أكتر راحة وسعادة في حياته. الخلاصة التنمية البشرية مش مجرد كلام نظري بنقوله لبعض وخلاص، دي خطوات عملية كلنا لازم نطبقها في حياتنا، ولازم نشوف الفرق الحقيقي في حياتنا فعلا. كل ما نطور من نفسنا كل ما نقرب من حلمنا وأنجح في شغلنا وأهدى في أفكارنا وأسعد في علاقتنا.